تعذروني يا جماعة، شوية كان صوتي بالفيديو تعبان، يعني فما تواخذوني يعني يا جماعة الخير. إن شاء الله بتفهموا علي، واضح الصوت والصورة إن شاء الله. شكرا. بسيطة متوفرة في كل بيت، عبارة عن 5 بيضات، كوب دهن اللي هو من الأصيل، وعندنا كوب جوز الهند، وسكر 5 استكان من هذا الحجم، مو كثير كبير حتى ما تطلع حلوة كثير. 5 استكانات، وبيكربونات الصودا معلقة صغيرة، وعندنا هيل وبيكنج باودر وفانيلا، وعندنا فستق أو جوز إذا تحبون أو حسب ما متوفر عندكم. هذا تزيين الوجه، وإن شاء الله راح تشوفون لاحقا عمل طريقة العمل. الآن مثل ما تلاحظون خلينا ال5 بيضات وال5 استكان سكر والبيكنج باودر ظرف وفانيلا ظرف، ورشة عندنا أيضا هيل الآن مثل ما تلاحظون خلينا ال5 بيضات وال5 استكان سكر والبيكنج باودر ظرف وفانيلا ظرف وهيل ومعلقة صودا بيكربونات الصودا، وراح نخفق الآن. بقية المكونات راح تشوفون بعدين امتى راح نخليها. راح أقطع لأن حتى ما صوت الماكينة، تشوفون لاحقا إن شاء الله. طبعا بعد ما خلصنا هون خفق البيض صار بهالشكل. الآن راح نخفق الدهن إلى أن يصبح كريمي، وبعدين نخلطهم مع بعض ونخفق المكونات مع بعض. تشوفون لاحقا تكملة الفيديو إن شاء الله. لاحظوا الآن كيف صار شكل الدهن، قوامه كريمي. الآن راح نخلط مع بعض المكونات، الدهن والبيض، ونشوف بقية العمل. مثل ما تلاحظون خلينا الدهن كيف أصبح قوامه كريمي، والآن راح نخلط المكونات مع بعض ونكمل إن شاء الله بعدين. الآن خلصنا عملية الخفق، راح ما نحتاج بعد الماكينة لأن راح نستخدم إيدينا في العجن. الآن شوفوا كيف صار القوام مثل الكريم تقريبا. الآن راح نخلي الجوز نرجيلة الكوب الآن خلينا الجوز نرجيلة، راح نقوم بعملية الخلط. الريحة ما شاء الله بتجحي، تعذروني صوت شوية كنت مريضة. الطحين نضيفه بالتدريج، نشوف قوام العجين، ما تحطوا كثير طحين حتى مشان تطلع هشة طرية بالأكل. خلينا الطحين، أنا خليت الآن كوبين طحين وراح نشوف. وارجعكم بعدين إن شاء الله. الآن راح نجي نشكل العجين. شوف العجينة ما أحلاها، هيك طرية
مو كثير قوية مشان تجي هشة وطرية بالأكل. الآن نجي على عملية التشكيل، نشكل أقراص بالشكل اللي انتم تحبوه. إذا عندكم قالب ما عندكم ما في مشكلة، هاي الطريقة سهلة. بهاي الطريقة بهذا الشكل تصفون بالصينية على ورق من الزبدة، تخلوها بهذا الشكل. بهذا الشكل قطعة، لأن هي راح تنفش بالفرن. حاول تخلوا مسافة بين واحدة والثانية. طبعا انتم راح تسخنون الفرن على درجة حرارة 200 قبل ما تخلون الصينية بالفرن، وبعدين تخبزوها. شوفوا بهذا الشكل. بهذا الشكل نكمل بقية المكونات العجينة وارجع لكم في النهاية ان شاء الله. شوفون النتيجة النهائية. الآن راح ندهن الوش بالبيض ونخلي عليها الجوز أو الفستق، شو انتو تحبوا. ندهن كويس بهالطريقة إلى أن تخلص الكمية، ونخليها بالفرن. الفرن يعني يكون حامي، وتخلوها على راحتها تستوي بهالطريقة. نشوفكم النتيجة بعدين إن شاء الله. راح نخلي الفستق لحظة شوي هيك. زي ما انتم شايفين. نشوفكم النتيجة النهائية بعدين إن شاء الله. طبعا هذا هو الشكل النهائي. شوفوا ما شاء الله كيف. طبعا ما أحكي لكم قديش ريحة طيبة. شوفوا لاحظوا الوش وهشة هشة يعني مو طبيعي. ما شاء الله كثير طيبة. صحتين وعافية. إن شاء الله نعمل لكم فيديوهات جديدة بأكلات جديدة.